أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة الحواديت، إنتاج إثارة بودكاستس. بطل قصتنا النهاردة صياد كان عايش في بلد صغيرة على البحر. الصياد ده كان معروف بين الناس بطولة باله وصبره. كان كل يوم يقوم الفجر ياخد شبكته ويروح على البحر يصطاد. كان في أيام بتيجي عليه السمك بيكون ما بيقربش ناحية الشبك خالص، وأيام تانية البحر بيكون هايج وما يقدرش الصياد إنه يصطاد. لكن الصياد ده ما كانش بيزعل أو بيشتكي، ودايما كان بيقول كلمة واحدة بس: رزق النهاردة في بكرة. وفي يوم من الأيام جه صياد تاني عاش في نفس المدينة دي، لكن الصياد ده كان عكس صاحبنا خالص. كان دايما مستعجل وعصبي. لو السمك قرر إن هو ما يقربش من الشبك كان يزعق ويشتم ويتعصب قوي. ولما البحر يكون هايج ممكن من كتر عصبيته يقرر إنه يرمي الشبكة ويروح للبيت زعلان. وفي مرة صاحبنا قرر إنه يتكلم مع الصياد ده ويحاول يخليه يكون صبور زيه، بس الصياد الجديد ما كانش راضي يسمع خالص. لحد ما في يوم والبحر كده هادي والسمك كان عمال بيلعب في الشبك زي ما بيقولوا، الاتنين قرروا ينزلوا يصطادوا جنب بعض. وساعتها الصياد الجديد اصطاد سمك كتير قوي وفرح جدا. لكن فجأة جه موج عالي وشديد لدرجة انه قلب المركب بتاعه ووقع كل السمك اللي اصطاده في البحر تاني. ساعتها الصياد ده قعد على الشط يعيط من الزعل. لكن ساعتها صاحبنا قرب منه وقال له: ما تزعلش، البحر ده بياخد وبيدي. النهاردة يمكن خسرت بس بكرة أكيد هتكسب. المهم تكون صبور وتستنى رزقك. ومن ساعتها الصياد الجديد اتعلم الدرس وبدأ يحاول يكون زي صاحبنا، صبور ومش بيزعل على اللي راح. وفعلا بعد كام يوم الصياد الجديد ده اصطاد سمكة كبيرة جدا، تقريبا كانت أكبر سمكة اصطادها في حياته، وفهم إن طول الأناة بتجيب نتائج حلوة في الآخر. والنهاردة حابب نتكلم سوا عن ثمرة من ثمار الروح القدس اللي بتبقى في حياتنا كمؤمنين، وهي ثمرة مهمة: طول الأناة، واللي تبان إنها صعبة إننا نقدر نتحلى بيها، لكن لما بتبقى جوانا بتبقى ثمرة مفيدة من ثمار الروح القدس لينا ولحياتنا كمؤمنين. لكن في البداية خلينا نفكر سوا، يعني إيه طول أناة؟ طول الأناة دي مش بس صبر أو تحمل قصاد التجارب أو المشاكل اللي بنمر بيها في حياتنا، لكن دي بتكون قوة جوانا تخلينا نستحمل الدنيا بكل تقلباتها ومشاكلها. ولما بنقول قوة فهي علشان بتعلمنا يعني إزاي نقدر نعيش حياتنا بإيمان وأمل من غير ما نزعل أو نشتكي من الظروف اللي حوالينا. يعني بتدينا دافع وبتصنع فرق، وعشان كده بنوصفها بالقوة. ولو جينا نبص نظرة سريعة ما بين العهد القديم والجديد هنلاقي إننا لو رجعنا العهد القديم قبل مجيء المسيح للعالم هنلاقي إن كان في قاعدة بتقول عين بعين وسن بسن. يعني الانتقام كان الناس بتتعامل بيه في حياتها اليومية وبتحاول تاخد حقوقها بكل شكل وبأي صورة مجرد ما حد يقرب منها أو يمسها. لكن لما جه المسيح علمنا حاجة تانية خالص، علمنا نكون وداعين ومتواضعين ونسامح اللي يغلط في حقنا، وعلمنا إن حتى يعني لو حد ضربك على خدك ما تردش الضربة دي عليه، بالعكس اديله الخد التاني كمان. والمسيح نفسه كان مثال لطول الأناة، زي ما الكتاب المقدس كان بيشهد له وبيقول: الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. وإحنا كمان مطلوب مننا نكون زيه، نتحلى بالصبر وبالهدوء حتى لو الدنيا ضاقت علينا، لأن كل تلميذ المفروض إنه بيشبه سيده، وإحنا سيدنا كان مثال في التسامح وطول الأناة. طول الأناة كمان معناها إننا نسيطر على ردود أفعالنا ونتعلم إن مش كل مرة حد يزعلنا
نرد بكلام جارح أو نفكر في الانتقام بسهولة زي ما العالم بيفكر أو بيعمل أغلب الوقت. لأ، ده بيكون اختبار لإيماننا وقوة روحنا الجديدة اللي خدناها بعد مجيء المسيح وتعاليمه اللي المفروض غيرت في حياتنا وطريقة تفكيرنا وأسلوبنا. سؤال تاني ممكن نفكر فيه سوا وهو إزاي نقدر نوصل لطول الأناة دي. والنفس علشان توصل لمرحلة طول الأناة فهي زي السيف الحديد اللي محتاج إنه يتسخن ويطفي علشان يبقى قوي. فمن خلال التجارب اللي بنمر بيها رغم صعوبتها وتقلها أحيانا، لما بنتحمل وبنصبر بتشكل فينا وبتعلمنا إزاي يكون عندنا طول أناة. وكل ما نمر التجربة ونصبر عليها بنبقى أقوى وبيبقى عندنا القدرة أكتر على مواجهة الحياة. في الآخر طول الأناة دي بتساعدنا نتعامل مع كل حاجة في حياتنا، سواء الكلام السلبي أو المرض أو أحيانا الصحاب أو العلاقات اللي ممكن تستفزنا، أو حتى لو لينا خلافات مع العيلة اللي حوالينا واللي ممكن ما تبقاش متفاهمة أو عارفين نتعامل معاها. كل ده بنقدر نستحمله بفضل طول الأناة وثمر الروح لما بنعيش بيه في حياتنا. ونتقابل على خير في الحلقة الجاية.